مساء الفل يا مساء الجمال. عاملين ايه يا رب؟ دايما تكونوا في احسن صحة واحسن حال وراحة بال يا رب العالمين. عايزه اقول لكم ربنا يسعدكم جميعا، ربنا يعني ما يحكم لحد ابدا، ربنا ما يحكم الا ليه. ربنا كده يرزقنا خير في اولادنا جميعا ويرزقنا دايما بالخير والبركه والسعاده. قولوا امين اللهم امين يا رب العالمين. النهارده كده جايبه لكم فيديو، بصوا بقى مش هستحق عليه لايك واحد. عايزه اقول لكم ان انتوا ان شاء الله كده هتنزلوا تحطوا لي لايكات بقلوبكم كده، علشان فكره النهارده تحفه 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 بجد. ان شاء الله تستفادوا منها كتير قوي. اهم حاجه ما تنسونيش بدعوه حلوه منكم ليا كده ولكم بالمثل. حضري بقى كوبايه القهوه بتاعتك، كوبايه النسكافيه. انا قلت كده اعمل كوبايه نسكافيه كده بتاعتي علشان الفيديو النهارده يا بنات محتاج، مش عايزه اقول لك كنكه قهوه، مش عايزه اقول لك فنجان قهوه، محتاج كنكه قهوه. الفيديو اهم حاجه النهارده ما تنسونيش بالله عليكم بالاشتراك في القناه ولايك للفيديو. لايك للفيديو يا بنات، اللايكات يعني عايزه اقول لكم مش عارفه بتستخسروا فيا اللايكات ليه. والله الفيديو ده ان شاء الله هتنزلوا كده جري تحطوا لايكات كتير قوي من كتر بفضل الله ما تستفادوا. اهم حاجه ما تنسوش الاشتراك في القناه. انزلوا كده اسفل الفيديو كلمه اشتراك موجوده اسفل الفيديو، اضغطي عليها ولايك كده للفيديو وشجعوا مسك كده حبيبه قلبكم. وكمان بشجع كل يعني بشكر كل البنات اللي شرفوني في القناه وبقول لكم شرفتوني ونورتوني. وان شاء الله عائله مسك باذن الله تكبر بيكم باذن الله ونحقق اهدافنا وامنياتنا ان شاء الله اللي احنا متفقين عليها في القناه. صلوا على النبي كده عليه افضل الصلاه والسلام. ويلا على طول هنبدا الفيديو يا بنات. انا قايله لكم ومسك قايله لكم ان احنا مش عايزين الا جنيه بس. جنيه يا مسك جنيه. بصي يا ست الكل انت وهي اسمعي كده الفيديو للاخر وان شاء الله تستفادي منه وهتلاقوني في الاخر هو كلامي صادق. ان شاء الله هتتعودوا منا باذن الله في كل فيديوهاتنا في القناه دي على كل حاجه بتحصل في بيتي، كل حاجه بعملها ان شاء الله باذن الله. اللي هيتابع مسك بتديكم كل الافكار اللي بتعملها في بيتها بصدق، وعايزه اقول لك بكل شفافيه وصدق، علشان ان شاء الله كل ست بيت عايزه يعني تدعي كده المسك بقلبها، لان مسك يعني بتحبكم جدا والله العظيم، بحبكم قوي ومتابعيني حبايب قلبي اللي شرفوني في القناه واشتركوا عندي. عايزه اقول لكم يعني ان شاء الله هتستفادوا حاجات كتير قوي. طب انتي بتقولي الجنيه ده هنعمل بيه ايه؟ بصي يا ست الكل، احنا النهارده كام في الشهر؟ النهارده 21/7. تمام؟ بصوا كده، بصوا بقى، علبه، برطمان، كوبايه كده، يعني عايزه اقول لك يعني كوبايه بقى، اي حاجه عندك مثلا كده هتحطيها في المطبخ عندك. تمام؟ لان الحاجه دي تبقى خاصه بالمطبخ. خلاص؟ اهم حاجه اللي لسه ما اشتركتش في القناه، شايفاكي مندمجه مع الفيديو وما اشتركتيش في القناه، انزلي جري حطي اشتراك واطلعي لي تاني. بصي يا قمر، هعدوا كده معايا: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. يبقى احنا يا ست الكل مش هنحتاج كل يوم الا الجنيه ده. الجنيه ده ولا ازيد ولا اقل، هو جنيه. مش في شهر بيبقى 30 يوم؟ هتقولي لي في شهر بيبقى 31 يوم وفي شهر بيبقى 28 يوم. خلاص؟ مش هحتاج يا بنات الا جنيه واحد في اليوم. طب قولي لنا يا مسك، شوقتينا، هتعملي ايه بالجنيه ده؟ هقول لك يا قمر، كل يوم احنا بنصرف كتير قوي، بس مش هنحتاج الا الجنيه ده بس يا بنات. هو الجنيه ده اللي انا محتاجاه منه. هنعمل بيه ايه طيب؟ 30 جنيه بقى كل نهايه شهر دول هنعمل بيهم ايه؟ انا بقى عايزه اعمل خزين متقايل. طب خزين متقايل يعني ايه؟ هتجيبي مثلا فراخ ولحوم ب 30 جنيه؟ انت ايه اللي انت بتقوله لنا ده؟ فهمينا اكتر. طب يا ست الكل، صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وانزلي كده اكتبي لي كومنت حلو منك وتفضلي اسمعي الفيديو. بصوا، ايه التقايل دي بقى اللي بالنسبه بقى المسك حبيبه قلبكم؟ هقول لكم، انا عايزه اعمل حاجه خزين، يبقى خزين الوفير معايا، خزين الخير والبركه كله بفضل الله، خزين ان انا اخلي بيتي مستور. طب هتخلي بيتك مستور بال 30 جنيه؟ كملي الفيديو للاخر وبس. عايزه اقول لك وان شاء الله مش هتندمي. زي ما انا قلت لكم النهارده 21، معايا 21 جنيه، ما بقربش لدول خالص الا كل نهايه شهر وانا نازله اشتري في حاجات الشهر بتاعي، الخزين بتاع الشهر بتاعي. باخد ال 30 جنيه دول، سواء 30 سواء 31 سواء 28. تمام يا حبيبه قلبي انت وهي. هجيب ايه بقى؟ هنزل كده
30 جنيه دولت معايا. انا اجيب حاجه اللي هو التقال دي يا بنات، اللي هي الحاجه عندي تقضيني يومين بال 30 جنيه. ايه ده انت برضو مش فاهمين؟ احنا هقول لكم، هنزل كده مش هجيب ولا فرخه ولا لحمه ولا الكلام ده خالص، لان احنا مزنوقين في ظل الزمن ده. الفرخه بتضلع وممكن تتاكل سواء على طقتين 3 الكلام ده، لكن انا عايزه املى بيتي خير، خير بشويه الفكه دول، خير بالجنيه اللي مسكه قايله لكم عليه. اجيب خزين بيتي، هنزل هجيب يا جماعه بال 30 جنيه دولت نص كيلو فاصوليا. نص كيلو فاصوليا، نص كيلو فاصوليا، تمام. هو ده اللي انا بقول لكم عليه. جبت مع خزين بيتي، ماليش دعوه بيه خالص، ده على جنب كده. عايزاك انت بقى، انت وهي ان شاء الله تفضوا لي كده درج التلاجة بتاعكم، درج كده في التلاجة او درج في الفريزر، ربنا يرزقكم جميعا يا رب وتجيبوا فليزرات كتير باذن الله، تمام. هنجيب نص كيلو غسلتي كده درج الفريزر بتاعك او درج التلاجة، وتحطي ده كانه مش موجود خالص. خلاص سمعتوني يا ولاد؟ كانه واحده صاحبتك او واحده جارتك شايلاه عندك في التلاجة او في الفريزر، تمام. استنوا بس اشرب بقي كده علشان اللي مش فاهماني هوضح لها ان شاء الله، تمام. بصوا كده، اشتريت بال 30 جنيه بتوعي نص كيلو فاصوليا، تمام. جيت بعد كده، ده ماليش دعوه بيه، زي ما قلت لكم اشتريت انا الخزين الشهري بتاعي، وعايزه اقول لكم يعني وكل حاجه مكفيني وماشيه زي الميزانيات اللي انا عاملاها لكم قبل كده، ده ماليش دعوه بيه خالص. جيت في الاسبوع في الشهر اللي بعديه، قمت رايحه جايبالي نص كيلو بال 30 جنيه، هم برضو اللي بملى بيهم العلبه بتاعتي كل شهر، نص كيلو عدس، تمام. طب ايه يا مس كده؟ ما انا بقول لك اهو بقى، الدرج انا فضيته ان شاء الله، الدرج ده هنملاه كده من ولا شيء، من الجنيه اللي انا قايله لحضرتك، هو كل يوم الجنيه ده. طب انتي بتقولي ايه؟ طب ما ممكن النص كيلو عدس يبقى اقل من 30 جنيه. هقول لك، جبتي اي حاجه مثلا نص كيلو، بس انا عايزين بكول زي ما انا قلت لكم، بكول. مش مثلا ما تروحيش تشتري لي مثلا كبريت مرقه دجاج وتقولي لا من ضمن، او مثلا 30 جنيه دول اقسم عليهم 10 جنيه فاصوليا، 10 جنيه عدس، 10، وابقى انا كده جميله، ده انا ست كده موفره وجبت 3 اصناف. لا ما بحبش كده، انا عايزه نصاص، عايزه انت اديتي فلوسك للراجل يوزنك بيها على الميزانه، حاجه تبقى فيها الخير والبركه. مش هتطبخي نص كيلو كله، تمام. عندك المعيار بتاعك اللي بتطبخي بيه كل ما بتيجي تطبخي، او الميزان توزني ربع، لو بتستخدمي ربع تقسمي على 2 على 3، تمام. لكن الموضوع ده اللي انا فرحتي جبت ب5 جنيه عدس وجبت ب10 جنيه، فين يعني؟ هو ده خير؟ هو ده بركه؟ هو ده هيعمل لك الطبخه؟ لا، تمام. هما بال 30 جنيه هنجيب بيهم عدس نص كيلو مثلا، او نص كيلو فاصوليا، تمام. جبنا حاجه ب25، هتقومي راجعه ال5 جنيه هتقومي منزلاها تاني في العلبه دي خاصه بالمطبخ، مديش ايدك عليها خالص، هو كل يوم الجنيه بنسقطه فيه، تمام. وهتلاقي ان شاء الله، اعملي بس زي ما مسكي بتقولك، وان شاء الله هتملي بيتك خير. الدرج بتاعنا ده احنا ناسيينه في الفريزر، احنا نكتب كده عليه يعني ليس للبيت، تمام. يعني اللي هو مثلا مش للاستخدام، زي ما بقول لك. بس كملي معايا الفيديو، اللي لسه ما اشتركتش في القناه انزلي، وحياه اغلى حاجه عندك تنزلي كده تشتركي لي في القناه، ولايك حلو منك كده، علشان ان شاء الله كل الفيديوهات الجايه جباره جباره باذن الله، من التوفير والخزين بيتك هيتملى خير باذن الله. خليكي بس ورا مسك ان شاء الله، ما فيش اي حاجه مستحيله. اهو جيت يا بنات 30 جنيه بتوع الشهر اللي بعديه، جبت نص كيلو فول، خلاص ادي كمان شهر. اهم حاجه الحاجه اللي هتجيبيها هتنزليها في درجك ونسيها في الدرج ده، اوعي 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 تحطي اي حاجه تانية تخص البيت في الدرج ده. الدرج ده زي ما انا قلت لكم ان شاء الله عايزين نعمل خزين البركه وخزين الوفير في البيت، تمام. جيت الشهر اللي بعديه جبت نص كيلو عدس بجبه، تمام. والخ بقى يا بنات، تمام. عايزه اقول لك، جيتي مثلا عايزه تشتري كيلو نص كيلو مثلا فاصوليا، طب كيلو الفاصوليا ب65، اوعي تحطي ال5 جنيه، ما تحطيش. احنا عايزين نجيب على الفلوس اللي على قدنا اللي معانا، تمام. يعني النص مثلا هيبقى ب32 ونص، ما تحطيش ال2 جنيه ونص او ال3 جنيه، مش طالباهم منك. هاتي اي حاجه تانية بال30 جنيه، خلاص. زي ما انا بقول لك، امشي بس ورا مسك، وان شاء الله باذن الله هتلاقي كل خير وبركه، تمام. طب واحده هتيجي تقول لي مثلا انا مش بناكل الحاجات دي، تمام. صدقيني الحاجات دي اللي فيها الخير والبركه. ال30 جنيه معاكي اهم،
تمام. ممكن تنزلي تقومي شاريه بيهم ملوخيه، والايام دي الملوخيه كتير قوي في السوق، وتفرزيهم وتعبيهم اكياس وتحطيهم في الدرج ده برده اهو، درج خزين وطبيخ. خلاص. طب انا ماشيه في البقول كده بس؟ لا، انا ممكن برضو ان شاء الله باذن الله ادي شهر 2 3 4 ده اهو حصاد 4 شهور. تمام. ممكن الشهر اللي بعد كده اجيب كيلو دقيق، كيلو دقيق مثلا ب 22 ب 25 اجيبه، اتبقى 5 جنيه اتبقى 3 جنيه. اوعي تاخديهم ولا تجيبي بيهم مرقه دجاج ولا كبريت ولا الكلام ده، هرجعهم في العلبه تاني. ما هو ال 3 جنيه ولا ال 4 جنيه دول لما نيجي نجيب حاجه ب 32 ولا ب 33 هيبقى دولت التكمله في الشهر اللي بعديه. خلاص. اهم حاجه ما تنسونيش في الاشتراك يا بنات، بالله عليكم لو الفكره دي حسيتوا ان انتوا استفدتوا منها ما تنسونيش في الاشتراك في القناه. كلمه اشتراك اسفل الفيديو مكتوبه كلمه اشتراك كده، اضغطي عليها هيجي يظهر لك كلمه الكل، اضغطي عليها ولا يهمك، علشان ان شاء الله اما مسك حبيبه قلبكم تقدم لكم حاجه يظهر الفيديو عندكم على طول وتشوفوه. تمام يا ست الكل. وبعدين بقى طب هنعمل ايه على كده بس؟ لا طبعا. تمام. ممكن تجيبي بقى، عايزه اقول لك فول مدشوش، نص كيلو فول مدشوش. بتستخدمي الرده في شوي السمك، ما احنا هنشوي السمك ان شاء الله في البيت. تمام. هنوفر كل حاجه، كل حاجه بفضل الله انا قايله لكم ان شاء الله، من ولا شيء، من ست ولا شيء هنبقى سيدات اعمال. كل ده بدماغنا بدماغنا. خليكي بس مع مسك، يعني انتي بدماغنا ازاي يا مسك؟ ان شاء الله بفضل الله هندبر ونوفر ونعمل كل امنياتنا، هنحقق اللي نفسها في بيتها ان شاء الله هتجيبه، اللي نفسها في شقه تملك هتجيب، اللي نفسها في عربيه ان شاء الله هتجيب. تمام. اي حاجه نفسك فيها باذن الله امشي على النظام ده، امشي على النظام اللي مسك بتقولك عليه ده، وان شاء الله باذن الله هتحققي كل امنياتك. صليتوا بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اجري بقى انزلي تحت صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. زي ما قلت لكم ممكن تجيبي فاصوليا. جبتي مثلا كل الحاجات دي هنستكفي؟ لا، ده انا مسكه قايله لي انا الدرج ده عايزاه يتملى، الدرج ده انا عايزاه يبقى مطرطر كده يا بنات فوق بعضه كده من الخير ده، ما هو ده خزين وفير. نجيب كيلو دقيق على نص كيلو رده على الكلام ده لحد ما الدرج بتاعنا يبقى مليان كده على اخره، وابدا بقى استخدمه. برضو جبت مثلا نص كيلو عدس والدرج لسه ما اتملاش، وجا الشهر اللي بعديه معايا فلوس، اجيب نص كيلو تاني ان شاء الله. الشتاء جاي باذن الله يجي علينا بالخير جميعا يا حبايب قلبي، وهتستفادي منه. مره شوربه عدس، مره رز مثلا اللي هو الكشري الاسكندراني بالعدس، الكلام ده هتستفادوا باذن الله. نبدا بقى نستخدم الحاجات دي. معايا كل حاجه بالميزان، انصاص اقسم بقى 2 3 وابدا اخد الحاجه دي على قد فلوسها. معايا انا جبت كل الحاجات دي، هي الحاجات دي بس؟ لا، ابدا بقى اجيب مثلا ايه، دي سميد بسبوسه، اجيب مثلا جبت دقيق مثلا، اجيب نص كيلو سكر. خلاص نص كيلو سكر. بشوف محلات كتير قوي بتبيع نص كيلو السكر، ما هو على قد فلوسي، انا بجيب على قد فلوسي، بملى الدرج بتاعي يبقى فيه كل حاجه. يعني الايه، ما هو انا بخزن يا بنات الحاجات النواشف في الفريزر او في الثلاجه، الحاجات اللي تعيش عندي، الحاجات اللي انا زي ما قلت لكم التوفير والخزين الوفير باذن الله. تمام. ما هو انا عايزه اقول لكم بقى امشوا بس ورا مسك وان شاء الله كل ده. وهتملي الدرج كده، عايزه اقول لك املي الدرج ولا يهمك. انا مليت الدرج استكفي؟ لا ما استكفاش، انا عايزه بيتي كله يبقى فيه خير من الجنيه، من الجنيه يا حبايب قلبي زي ما مسك قالت لكم. خلاص. زي ما انا قلت لك بقى، سحبنا مثلا النص كيلو ده استخدمته كده وطبخت بيه في الشهر ده. بعد ما مليت الدرج كده ابدا اسحب براحتي بقى، ارجع تاني اعوض النقص ده. ما انا عندي الدرج مليان من كل حاجه. انا وعرفت بقى ايه اللي نقص منه بال 30 جنيه اللي وفرتهم زي ما انا قلت لك الشهر اللي بعديه، وانا بجيب خزين بيتي خالص ماليش دعوه. عرفت ان ده العدس ده او الفول ده ناقصه، ارجع اجيبهم تاني ب 30 جنيه. خلاص يا حبايب قلبي، يا رب دايما تكونوا استفدتوا من الفيديو. اهم حاجه هاتي كده من النهارده، هاتي كده كوبايه وابداي حطي فيها الجنيه، ما تكسليش. كوبايه، اي حاجه عزيزه عليكي، برطمان، اي حاجه حطيه في المطبخ، ملهوش دعوه خالص بالحياه اليوميه خالص، ملوش اي حاجه بمصاريف الدنيا خالص. هو الجنيه كل يوم انت هتدخلي تسقطيه تحطيه في المطبخ عشان يبقى الحاجه دي شغل يعني خاصه بالمطبخ. تحطيه كده في ظرفه المطبخ بتاعتك، وكل نهايه شهر وانت نازله تجيبي خزين البيت بتاعك خدي ال 30 جنيه وبدعي براحتك.
عايزه اقول لك ان شاء الله من الجنيه ده والله 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 هتملي بيتك خير. مسك بصوا بتحبكم جدا، بتقول لكم ان شاء الله على كل حاجه بتحصل في بيتها، ازاي بوفر، ازاي بعمل الافكار. اهم حاجه نشغل دماغنا شويه وان شاء الله هنغير حياتنا تماما 360 درجه. اهم حاجه ما تنسوش الاشتراك في القناه، قناتي اسمها وصفه ونصيحه مع مسك. ما تنسوش يا بنات الاشتراك في القناه، وبالله عليكم بالله عليكم جميعا ما تنسوش يعني لايك كده للفيديو، عشان اللايك يا بنات يرفع الفيديو والكل يستفاد ان شاء الله. اهم حاجه بقى ما تنسونيش لو حاسه ان انت استفدتي بدعوه كده، استفدتي يا بنات عذرا، استفدتوا كده باي حاجه من الفيديو، ما تنسونيش كده بدعوه حلوه ليا ولولادي بصلاح الحال وهدايتهم يا رب، ولك بالمثل ان شاء الله، وربنا يهدي اولادنا ويهدي ازواجنا جميعا. اهم حاجه يلا اضغطي على الاشتراك في القناه ولايك في الفيديو، واستنوا الفيديوهات الجايه ان شاء الله. كميه فيديوهات يا بنات تحفه في التوفير وافكار يعني لا مثيل لها. يلا يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي.